السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم كريم المغربي. انهيار وجنون الإعلام التونسي وعصام الشوالي بيبكي على الهواء مباشرة. الأسباب: خروج المنتخب التونسي من بطولة الأمم الأفريقية. خروج، أقول لك خروج مهين. لو هنتكلم عن الخروج، انا مش فارق معايا، ممكن اي منتخب يخرج في اي لحظه، ولكن الخروج اللي حصل النهارده خروج مهين للمنتخب التونسي. عصام الشوالي هيتجنن على الهواء مباشره. عصام الشوالي يبكي على الهواء مباشره بعد الخروج المذل والمهين، ولاعيبه تونس بتبكي في ارضيه الملعب، ولكن لا حياه لمن تنادي. خلاص اليوم ده البكاء لن يجد ولا ينفع بعد الخروج المذل لمنتخب المفروض مطرود منه لاعب، وتكون بالاداء السيء اللي انت ظهرت بيه ده، فده في حد ذاته كارثه. كارثه مدويه. اتعلموا من المغرب، شوفوا المغرب بتعمل ايه، شوفوا المنتخب المصري، شوفوا المنتخب المغربي. خدوا الروح اللي موجوده والقتال اللي موجود. انا قلت لو منتخب المغرب الثاني كان وصل للادوار اللي جايه، يعني رغم كده منتخب طبعا المغرب الاول المشارك حدث ولا حرج، ان شاء الله باذن الله يصل للمباراه النهائيه، ولكن ما بالك بالمنتخب المغربي الثاني اللي كان مشارك في بطوله كاس العرب؟ ما بالك ده لو كان مشارك في هذه البطوله؟ انا بيتهيألي كان يقدر يكسب مالي بكل سهوله بالروح اللي كانت موجوده. ده اللي موجوده اللي انا بتكلم فيه، اللي مفتقده او مفتقده طبعا لعيبه المنتخب التونسي او لعيبه تونس او كل المنتخبات العربيه باستثناء المنتخب المغربي. عندهم افتقاد للروح القتاليه اللي موجوده بشكل ما شاء الله مرعب عند المنتخب عن المنتخب المغربي. كده منتخب تونس يودع بطولة افريقيا سريعا سريعا، بطولة ودعها مبكرا المنتخب التونسي. وكده خلاص المنتخب التونسي والسوداني يخرجوا من ادوار اللي خلاص، يعني من دور الثمانية من بطولة كأس الامم الافريقية. نتمنى بكرة باذن الله يكون ده جرس انذار، جرس انذار بكره لمنتخب مصر ومنتخب المغرب. المغرب بكره اللي في مواجهه منتخب تنزانيا، مع احترامي الكامل للمنتخب التنزاني، مفقود منه لاعب اللي هو الحارس المرمى، ان شاء الله مش هيكون موجود بكره وهيكون الحارس البديل. لكن خذوا حذركم، بقولها تكرار مرارا وتكرارا، خلي بالكم ممكن ده يكون يعني ضربه كده في ثانيه تطيرك. اتمنى من لعيبه المنتخب المغربي التركيز بكره كانك بتلعب مباراه نهائيه. انت مش داخل بقى تشارك وهلعب قدام تنزانيا واللاعب الاساسي بتاع الجون الاساسي مش موجود، ولا انا هضمن المكسب. لا يا باشا، انت ما عندكش كده في الكوره. انت لازم عشان تضمن المكسب تلعب 90 دقيقة مباراة قتالية اللي احنا متعودينه من المغرب. لازم بكرة يكون موجود. نتمنى المنتخب المغربي بكرة يعني أسود الأطلس يظهروا، مش عايزين أي مفاجآت. أتمنى بالمنتخب المغربي يكفي المفاجآت، عشان المفاجآت هتكون مش كويسة، المفاجآت هتكون قاتلة. شفت النهاردة دموع التوانسة النهاردة بيبكوا على الخروج المهين والمذل من منتخب مطرود منه لاعب يجيب جون في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ويكسب بضربات الترجيح. حتى كده ضربات الترجيح ضيع واحدة واثنين، وتونس كمان قالت له خلاص انت ضيعت فانا كمان هضيع. نتمنى بقى من المنتخب المغربي اخواتنا التركيز بكرة. نتمنى بإذن الله المنتخب المغربي يركز علشان يفوز، علشان لا مجال غير الفوز. مع احترامي الكامل لأي حد، مفيش مجال بكرة غير الفوز على تنزانيا. لازم المغرب تكمل في البطولة بإذن الله تكون مغربية أو مصرية. ده توقعي وده تنبؤي، البطولة بين المغرب ومصر. فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لإخواتي المغاربه في كل مكان، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز حليف المغرب بكره امام المنتخب التنزاني. لكن تعالى بقى نتكلم عن الكواليس والتفاصيل اللي حصلت بعد اللقاء. بعد اللقاء لقينا الاعلام التونسي بيتكلم عن المباراه وبيعقب ويهاجم اللعيبه، وما اتكلمش على الجماهير، ما اتكلمش عن المشاجرات والتكسير اللي حصل من جماهير المنتخب التونسي لمدرجات محمد الخامس، ما اتكلمش عن الكوارث اللي حصلت في اللقاء. انت اتكلمت عن الهزيمه واتكلمت عن طبعا اللعيبه، وحاولت
تشجعهم، وحاولت يعني هاجمت اللعيبه على الاداء السيء، ولكن ما هاجمتش الجماهير التونسيه اللي كانت موجوده وكسرت استاد محمد او مدرجات محمد الخامس بعد انتهاء اللقاء في واقعه مؤسفه، واقعه مؤسفه للغايه، واقعه المفروض ما تحدث في الملاعب الافريقيه، وملعب من الملاعب المحترم او الملاعب الكبيره، ملاعب المغرب والبنيه التحتيه اللي بقدمها المغرب، اللي عامله بنيه تحتيه على اعلى مستوى. فالطبيعي والمنطقي ان يكون في احترام من الاعلام التونسي، واعتذار يعني لفوز الاقجع والملك محمد السادس عن الاحداث التخريبيه اللي عملوها الجمهور التونسي في حق ملعب محمد الخامس. طبعا حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا، ولن نقبلها، لن نقبلها، وننتظر اعتذار رسمي من الإعلام التونسي، اعتذار رسمي من الإعلام التونسي للشعب المغربي اللي كان موجود في المدرجات لدعمكم. الشعب المغربي كان موجود علشان يدعم منتخب تونس. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل ده جزاء المنتخب التونسي، جزاء المنتخب أو الشعب المغربي إن هو رايح يشجع المنتخب التونسي؟ ده جزاته طبعا فيها قلة تقدير وقلة احترام بشكل كبير جدا جدا، وننتظر اعتذار رسمي من جانب المنتخب او الاعلام التونسي بعد الواقعة المؤسفة اللي حصلت بعد نهاية اللقاء. يعني مش عارف، نكتفي بفيديو النهارده ونشوف باذن الله، نتقابل بكره بعد لقاء المغرب. كل التوفيق لاخواتنا المغاربه، بكره ان شاء الله نتقابل بعد اللقاء مباشره. شكرا لكم.